في شوية علامات لما بتظهر في أي علاقة بتكون مؤشر إن المشاعر بدأت تبرد أو إن العلاقة في بداية نهايتها. 1. التجاهل المتكرر، لما الاهتمام يقل فجأة ويبقى فيه إحساس إن وجودك زي عدمه وما بقاش فارق زي الأول، يبقى لازم تاخد بالك. 2. اختفاء المبادرة، الطرف التاني بقى دايما مستني إن أنت اللي تبادر وتدور عليه، ولو انت ما دورتش هو ما بيشغلش باله بيك ولا بيبقى همه اصلا انت فين في يومه. 3. برود في الكلام، الردود بتبقى متأخرة ومختصرة جدا ومن غير اي رغبة حقيقية في الحوار او التواصل ما بينكم. 4. الانسحاب العاطفي، بتحس ان الطرف التاني قافل على نفسه منك ومش بيشاركك اي مشاعر او احاسيس جواه معاك، وبدل ما يقرب منك بيبعد عنك اكتر. 5. مفيش تقدير لأي مجهود انت بتبذله وبتعمله علشان والحاجات الحلوة اللي كانت بتتلاحظ زمان بقت عادية أو متشافة كحق مكتسب وإنك لازم تعمل ده وإن هو ده الطبيعي أصلاً، فإيه يعني؟ 6. غياب الرغبة في إنه يقضي وقت معاك، يعني مفيش محاولة منه إنه يشوفك أو يعبر عن اشتياقه ليك، ولو أنت وهو في نفس المكان ممكن يبقى فيه تجنب واضح منه ليك. لو لقيت أكتر من علامة من العلامات اللي أنا لسه قايلها لك دي، يبقى في حاجة محتاجة تتفهم بشكل واضح ويتاخد فيها قرار صريح يحافظ على كرامتك وراحتك النفسية، أو تتكلم مع شريك حياتك وتشوف الغلط فين وتحاول إنك تصلحه. وبالمناسبة في لايف مهم جدا يوم الثلاث الجاي إن شاء الله بتاريخ 5 مايو الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، هستناكم.